وهو مش كاتبه عشان يعني تستمتع بحياتك، لا، هو قاصد لو اكتسبت هذه العادات وهي ليست صعبة في اكتسابها، هيبقى تأثيرك مضاعف ممكن 1000 مرة، تأثيرك على الناس. فطبعا لما تتخيل ان انت بتأثر في 10، ممكن تأثر في 1000 أو 10,000، أو تأثر في نفس الشخص بس بدرجة عالية جدا، يبقى هتهتم جدا بالموضوع. واحنا كمسيحيين لازم نبقى مؤثرين، لأن المسيح افترض كده: أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. فاحنا علينا دور في التأثير، التأثير الإيجابي. احنا اللي نعلم الناس الخير المفروض، احنا اللي ننشر الحب والسلام، احنا اللي نعرف الناس ربنا والسماء. موجودين في الدنيا عشان كده. إنما ساعات نكون متعطلين عن التأثير بسبب عادات خاطئة. العادات دي مثلا في التخاطب، إن أنا مش بعرف أتحاور فمش عارف أثر فيك. أو العادات دي في التفكير، أكون بفكر غلط فمش عارف أثر فيك. أو عادات في البرزنتيشن، مش عارف أعبر عن نفسي صح فمش عارف أثر فيك مع إن جوايا كويس. الراجل ده فكر كالآتي: إنه إحنا هنزرع زرعة، والزرعة دي هتكبر وفي الآخر هتبقى شجرة ضخمة. طبعا ده كله كلام المسيح لو تاخدوا بالكم. هيبدأ الإنسان من تحت خالص، من شخصية معتمد على غيره. أقل شخصية في التأثير هو الشخص الديبندنت، زي الطفل اللي ما يعرفش يعمل حاجة من غيرك، يا بابا ويا ماما. في ناس 50-60 سنة بس very much dependent زي الأطفال. ده شخص غير مؤثر، ده عبء، ده حمل حتى هو كبير، بس هو dependent، وبالتالي مش هيبقى مؤثر. المسيحي لازم يكون independent، مستقل. عشان تتنقل من دي لدي محتاج 3 عادات، دول اللي هنشتغل فيهم المحاضرة دي. اللي هم ال3 عادات بقى؟ أول عادة be proactive، يعني كن مبادرا، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل. وبعدين فكر بناء على هدفك، أو بالبلدي كده ابتدي من الآخر للأول. شوف عاوز توصل لإيه، وأكوردنجلي تعال نشوف هنعمل إيه. ماشي. 3، رتب أولوياتك، ضع المهم في المقدمة. لو عرفت تتعود، خلي بالكم من كلمة عادات مش وانس، تتعود على ال3 عادات دول، هتبقى هتبقى بقيت معتمد على نفسك، بقيت independent، بقيت مستقل. وهنا يبدأ التأثير. أي شخصية مؤثرة هي في الأصل شخصية مستقلة. مستقلة يعني غير تابعة. الشخص المستقل الناس بتنظر إليه ممكن بشيء من الإعجاب حتى لو اختلفوا معاه، بس هنا يبدأ تأثيره. لو هو غير مستقل أو هو مجرد تابع، هو تأثيره ضعيف جدا إلا إن كان له أي تأثير. هو قال بقى مش كفاية كده، مش كفاية إنك توصل من شخصية dependent إلى شخصية independent. لا، تعالى نطلع 3 تاني ونوصل إلى شخصية سماها، ابتكر اسم interdependent، سماها الاعتمادية المتبادلة. يعني إيه؟ ما ممكن واحد يكون مستقل بس عايش مع نفسه. اللي أنجح منه المستقل اللي يعرف يتفاهم ويعرف يتفاعل ويعرف يتشارك، فيبقى أقوى. هو مستقل لكن كمان يحسن اللعب الجماعي، وبالتالي هنا هيبقى تأثيره مضاعف أكتر. هنفهم الكلام ده واحنا بنشرح عادة. دول ال3 بتوع المحاضرة اللي جاية، اللي هي وين وين. أول عادة اسمها مبدأ الكل رابح. يعني احرص على مصلحة غيرك، احرص على مكسب الآخرين أولا. دي عادة تكتسبها. اللي بعدها افهم كويس قبل ما تحاول تتفهم، اسمع كويس قبل ما تتكلم. والعادة السادسة اتعلم تشتغل في فريق، سماها السينرجيزم أو التوافق أو الانسجام. واضح ان اللي حصل هنا انا اتنقلت من شخصية dependent يعني اعتمادية سلبية
تابعة، إلى شخصية independent مستقلة مؤثرة، إلى شخصية very much powerful بقى interdependent، وده بقى الشكل الأمثل اللي حط فيه المسيح نفسه وحطنا شبهه. التفاعلية على أعلى درجة، الشخص المتفاعل بأفضل مستوى ده بيحقق أعلى productivity. العادة السبعة بقى إيه؟ إنك لازم تجدد ال6 عادات بانتظام، إنك لازم تشحن البطارية كل شوية لأنها هتطفي. فقال إيه؟ sharpening the saw، يعني إيه؟ سن السكينة كل شوية، حمي المنشار، يعني جدد ذهنك. طبعا هنحكي فيها بس المحاضرة الجاية. كل دي عبارة عن ايه؟ ما سماهاش فكرة، سماها عادة. ايه الفرق بين الفكرة والعادة؟ لا، فرق كبير قوي. الفكرة سمعتها عجبتني، العادة لازم اتعود عليها، لازم اتعود افكر كده، لازم توصل ان مخي بيفكر كده من غير مجهود. وهوريكم الصعوبة على فكرة، لان احنا هنلاقي غالبا ال7 عادات مش موجودين مع احترامي للكل، او موجودين بنسب صغير، ومن هنا نكتشف ليه تأثيرنا اقل مما يجب. قبل ما يدخل على شرح بقى كل عادة من دول، حط كده pyramid of influence، وقال ان التأثير عموما يتبع قاعدة مهمة اساسها القدوة، الاكزامبل. عشان تأثر عيش، عشان تأثر اعمل، ما تتكلمش. هنا دي اول خطوة في القصة، انك انت تعيش الصح. طبعا دي اتقالت على المسيح لما اتقال ايه؟ جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. او حتى في الموعظة على الجبل يقول ايه؟ من عمل وعلم يدعى عظيما. يبقى واضح ان عمل دايما الميم اهم من اللام، ميم تيجي قبل اللام. اللي يتكلم ما يعملش تأثيره مينيمال، اللي يعمل ما يتكلمش تأثيره 60% على الأقل حتى لو ما اتكلمش. طبعا احنا متفقين مع القاعدة دي لأن كلنا كتربويين جربناها. عيالك بياخدوا منك مش من كلامك، موظفينك بيشربوك مش بيمشوا ورا كلامك، طبعك بينطبع على اللي حواليك أكتر من المثاليات اللي بتقولها. اللي عايشه منها هو اللي بيقعد. فاحنا متفقين مع القاعدة دي لأنها قاعدة مسيحية. فوق منها being a good example لازم كمان to have good relations، لأن ممكن أكون أنا مثالي لكن ما عنديش علاقات طيبة مع الناس، يبقى في مسافة بيني وبينهم، فالناس مش هتتأثر كتير. لكن عشان تأثيرك يتضاعف احتفظ بعلاقات قوية طيبة مع كل الناس، فيبقى عندك مثاليات عايشها وعندك علاقات ناجحة. يبقى العلاقات دي الأداة اللي هتنقل بيها المثاليات. يعني في التربية يا جماعة، أب مثالي أخلاقه عالية مبادئه كويسة قوي وصديق ابنه، بس خلاص كملت، من غير ما يقول ولا كلمة، من غير ما يشخط ولا شخيطة طول عمره، ابنه هيطلع كويس لأنه هو مثالي وصديق ابنه. أب مثالي وبعيد عن ابنه مش صاحبه، وقفت، هيفضل محتفظ بصورة جيدة عن والده لكن في مسافة، اتعطل التأثير. فهمتوا الفكرة؟ لكن التأثير هيتضاعف لو العلاقة أقوى. راجل كويس قوي بس مش عارف يتفاهم مع مراته، البيت هيمشي بس بالزق. بالزق ليه؟ لأن الريليشن شيب مش ناجحة، مع إنه هو شخص كويس لكن العلاقة مش ناجحة. آخر حتة في التأثير، الجزء الأخراني ده 10% ده هو الكلام بقى، اللي هو إيه؟ يلا نوعظ بقى، يلا نقول مثاليات وكلام. ده آخر حاجة تيجي في التأثير، في هرم التأثير. تلاحظوا الشعوب اللي هي زينا، يعني مش من غير ما نقول حاجة، المثلث الفوقاني هو كل المثلث. يعني احنا شعب بتوع كلام، لا في قدوة ولا في علاقات غالبا، فتلاقي الدنيا مليانة كلام والتأثير مينيمال، بس كده تلاقي في تعليم كتير وشعارات كتير ودوشة وحشو ومعلومات، انما اللي طالعين دول اخلاقهم ايه؟ فكرهم ايه؟ ضعيف جدا،
لأنه ما شافوش قدوة كفاية ولا في علاقات سوية. احنا لسه ما دخلناش في العادات. قال حاجة تاني مهم، العادات دي لما تكتسبها هتأثر عليك على 3 مستويات. قال كل واحد فينا له 3 lives، يعني 3 حيوات، 3 أنواع من الحياة. أول حاجة اسمها secret life، حياتك الخاصة بينك وبين ربنا، مخدعك، أفكارك، مشاعرك، حتى مراتك ممكن ما تبقاش عارفة ده كله، دي حاجة بينك وبين نفسك. وبعدين private life، وانت بالبيجامة، ولادك ومراتك والقريبين ليك. وبعدين البابليك لايف، أصحابك وشغلك وخدمتك. العادات دي ما ينفعش انها تبقى في البابليك لايف. العادات دي لو ما دخلتش في كل ال3 حيوات هتبقى تمثيلية سخيفة ومش هتعمل تأثير. هنشوفها دلوقتي ازاي. يعني ايه؟ لو انت مثلا اتعلمت انك انت ترتب اولوياتك، لازم ترتب اولوياتك مع نفسك حتى روحيا، وترتب اولوياتك مع بيتك، وترتب اولوياتك في شغلك وخدمتك. لكن هتقولي هرتب اولوياتي بره وانت اساسا مش ممنهج في الاولويات، يبقى في حاجة غلط. عشان نوصل لل3 لايفز دول يمشوا صح، قال كمان عندنا ربنا ادانا 4 كده امكانيات كبشر تميزنا، تساعدنا في تغيير طباعنا، لان هنا القضية كلها هتتغير من عادة الى عادة، من طبع لطبع. فقال احنا عندنا 4 حاجات تساعدنا على تغيير الطبع. عندنا وعي ذاتي، self awareness. يعني ايه؟ لو انا واعي ان انا شبه المسيح بحكم الروح القدس وبحكم الجسد والدم، بحكم المعمودية، هذا الوعي يدفعني ان انا ابقى افضل. انما لو انا ملحد واعي ان انا حيوان اجتماعي زي ما بيقولوا بعض الملحدين، خلاص انا اعيش زي الحيوانات. فاهمين الفكرة؟ اذا هذا الوعي الاويرنس ده، انا شايف نفسي ازاي، هيحكم تصرفاتي. فالوعي، مسألة الوعي دي هتحدد حاجات كتير. غير الوعي في الضمير. الضمير بحيث ان انا في نور احمر بينور جوايا مع كل غلطة، في حاجة بتزقني على الصح، مش من بره، من جوه. بالذات مع القراية او مع الاقتناع بمبدأ. اذا اقتنعت مثلا ان الامانة والالتزام بالمواعيد حاجة مهمة، يوم ما بتتأخر 10 دقايق بتبقى متضايق متكهرب. ليه؟ لانك خلاص في حاجة اسمها ضمير بيشتغل. المحرك الثالث هو الخيال. انت الكائن الوحيد في الكون بعد ربنا اللي يقدر يإماجن حاجة مش موجودة. بمعنى ايه؟ انت تقدر تتخيل نفسك مختلف، تقدر تتخيل نفسك مؤثر، تقدر تتخيل نفسك سوبرمان، يعني قديس بلغتنا احنا. تقدر تقول انا كده في عيوب لكن اقدر اكون حاجة تاني. رابع نقطة الويل، الإرادة. انت عندك إرادة انك انت لما تعزم على شيء ممكن تعمله. دي امكانيات اي بني ادم على فكرة، يستخدمها او ما يستخدمهاش ده موضوع تاني، بس ده حاجة بيلت ان كده، يعني حاجة متبرمج عليها من غير ما تعمل مجهود. اخر نقطة قبل ما نشرح اول 3 عادات، نقول ايه؟ في تكوين اي عادة او في تغيير اي طبع لازم املى دماغي الاول بالفكر. عشان كده الموضوع ده بيتقدم على فكرة في عشرات الساعات مش في ساعتين زي ما انا هعمل النهاردة، لانه مهم قوي ان دماغك تتملي بالعادة، بالفكرة. ولما تتملي بالفكرة توصل للديزاير، ببقى عندي رغبة اعمل كده، اوصل لدي. عارفين زي ايه؟ اللي منكم راحوا لدكاترة الدايت، دكتور الدايت الشاطر لازم يقنع المريض الاول بقيمة الدايت قبل ما يشرح الدايت. او اي دكتور فيكم لازم يقنع المريض بقيمة العلاج لو هو مش مقتنع ولا مش هيلتزم. فانا بقنعه الاول، ده المخ، لغاية ما يتولد جوه الرغبة. بمعنى ايه؟ طالع بقى من عندي هيكسر الدنيا، عنده ديزاير انه يكتسب العادة. يجي النقطة الثالثة، طب هاو اعملها ازاي؟
ازاي ابقى مبادر؟ يعني ايه ارتب اولوياتي ازاي؟ يبقى السؤال الاولاني هي ليه المبادرة حاجة كويسة؟ السؤال الثاني هو انا عاوز ولا مش عاوز اساسا؟ لان لو مش عاوز مفيش حاجة هتتغير. نمرة 3 طب ازاي اعمل كده؟ اول هابت اقترحها مستر كوفي ده هو بي برو اكتف. عشان نفهم برو اكتف نفهم الاول كلمة ري اكتف، لان ري اكتف اسهل في الشرح. يعني ايه واحد ري اكتف؟ اغلب البشر ري اكتف. بمعنى ايه؟ بمعنى حد ضايقك الرياكشن ايه؟ اتضايقت. حد شتمك الرياكشن ايه؟ شتمته. حد اللي هو رد الفعل التلقائي البديهي اللي من نفس نوع الفعل. الحقيقة ده ما بيطلعش اي شخصية مؤثرة. كونك هترد فعل بفعل من نفس جنس الفعل انت الحقيقة رقم في التاريخ لا جدوى ليك. برو اكتف يعني ايه؟ برو حاجة جديدة، انت بتبتكر فعل بغض النظر عن الفعل اللي جاي لك. هديكوا هنا شوية امثلة. ربنا يسوع واقف وسط الناس استفزوه، قالوا له اصلك رئيس شياطين فبتطلع الشياطين. الطبيعي المسيح يتنرفز، ده العادي، لانه بيتشتم، ولانه بدل ما يستقبلوا الخير بيخرج شياطين من عيالهم. ادي رد الفعل. انما ربنا يسوع برو اكتف يعني ايه؟ هو مش بيتعامل بردود افعال، هو بهدوء شديد قال لهم طيب انا رئيس شياطين وبطلع الشياطين، ولادكم بيطلعوا الشياطين ازاي؟ هم كمان رؤساء شياطين. طب لو انا رئيس شياطين بطلع شياطين كان زمانها مملكة الشياطين خربت. شيطان هيخرج شيطان كانت خربت من بدري. هدوء، منطق، حكمة، لكن ما فيش خالص رد الفعل المتوقع. هم قاصدين يغزوه يستفزوه يهيجوه، لكن هو ما بيهكش. فهمتوا الفكرة؟ يبقى ما فيش ري اكشن، لا برو اكشن. هي كلمة مبادر حتى أضعف من المعنى بالإنجليش، لكن هي مبادر أفضل التعبيرات. يعني إيه؟ ما تعملش زي ما الناس بتعمل، اعمل حاجة مختلفة. ده أول مبدأ. ما تعملش زي ما العادي بيحصل، خليك مختلف. أذكر موقف حصل هنا في القاعة دي من 3 سنين. كان معايا قدس أبونا يوسف أخويا، وكان قاعد في أول صف، ويمكن بعضكم حضر الموقف ده. وبعدين وأنا بوعظ بقى ومحموق كده، واحدة ست كبيرة فضلت تكح إلا اللي زي مستقصداني، مش راضية تبطل. فطبعا أنا ابتديت أتشد، أنا مش عارف أركز، كح 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 كح، ومش راضية تقوم. يعني عاوز أقول إيه؟ طب أول 5 دقايق يعني، بس هنفضل طول الساعة؟ الحقيقة أبونا يوسف لقيناه قام، طلع رجع معاه كوباية مية من أول صف واداها لها. أنا مش ممكن أنسى الموقف. أنا مش فاكر كنت بتكلم في إيه، بس مش هنسى الموقف ده. ليه؟ he was proactive. يعني إيه؟ الرياكتيف إيه؟ الناس كلها اللي حواليها متغاظة قلقانة بما فيهم أنا، خليني أقول كده، أنا اتشديت، لكن محدش عمل مبادرة، محدش عمل موقف إيجابي. إحنا اتضايقنا، اللي جه في بالنا يا ستي قومي اشربي كحي بره، يعني ما حبكتش. كل دي ردود افعال تلقائيه، خلي بالكم. انما المبادره اللي هي تساوي فعل مسيحي، خلي بالكم، المبادره تساوي، هو ده اللي المسيح كان هيعمله، هو ده اللي المسيح كان هيعمله. لا هينقد ولا هيعترض ولا هيتشنج ولا يتضايق، لا، هيعمل حاجه مش متوقعه بس صح. فجاب كوبايه الميه عشان هي يمكن مش قادره تقوم، او مش واخده بالها المفروض تقوم، وليكن. لو بصيتوا على الكتاب المقدس كله هتلاقوا كل رجال الله مبادرين. فكروها بقى وخدوها درس. على فكرة الحاجات دي بنقعد نعمل عليها ورك شوبس بقى وبايبل ستاديز وبتاع لغاية ما الفكرة تعشش جوه. ليه؟ هتلاقي ما فيش شخصية غيرت في التاريخ أو أثرت في جيلها
خد إبراهيم، خد موسى، خد نوح، خد داود، خد بطرس، بولس، هتلاقي كله لازم يكون فيه الكاركتر دي، وإلا لا يمكن هيكون مؤثر. بمعنى لو كان عادي خلاص هيتنسي. اللي مش عادي هو اللي بيأثر، اللي مش عادي، واللي مش عادي بالطريقة الصح طبعا، اللي هو بتحكمه فكرة جديدة أو فكرة مسيحية. كون مبادرا دي هو حط لها شوية كده مسميات. المبادر بيقول في باله طول الوقت أنا مسؤول عن حياتي، مش هخلي حد يمشيها لي. لأن الرياكتيف عبارة عن إيه؟ لسان حاله طول الوقت إيه؟ أعمل إيه الظروف كده. الرياكتيف لسان حاله إيه؟ ظروفي كده، طبعي كده، تربيتي كده، ده اللي أقدر عليه، اللي هي دايما عنده الحجة والعذر. البرو اكتيف مش بيفكر كده، بيفكر أقدر أعمل إيه. أنا المسؤول عن حياتي، مش الدنيا مسؤول عني، مش الدنيا تمشيني أنا اللي مشيها. واضحة؟ مش الدنيا تمشيها أنا اللي مشيها. واحد حصلت له حادثة فأصبح على درجة من الإعاقة، ممكن جدا يقعد إيده على خده ويقول ربنا بلاني، وكل ما يجي له حد يشكي ونقعد نخدمه ونطيب خاطره، ماشي، بس هو هيبقى نكرة بعد شوية. وفي واحد يفكر طيب خلاص أنا بقيت على درجة من الإعاقة، إيه اللي ممكن أعمله عشان أعيش حياة كويسة؟ وشوفنا طبعا ناس غيروا التاريخ بالإعاقة بتاعتهم. ليه؟ لأن هو كان برو اكتيف، ما استسلمش، ما قالش ظروفي، ما فيش حاجة اسمها كده، أنا المسؤول، أنا القوة الخلاقة والمبدعة اللي جوايا، أنا مسؤول عن، خلي بالكم التعبير اللي أضافه كوفي ده كان جريء جدا وطلع إنه كتابي، أنا مسؤول عن اختيار مشاعري ومزاجي. استنى بقى، دي هنختلف عليها. ينفع تقول أنا مسؤول عن المود بتاعي؟ كلكم هتقولوا للوهلة الأولى لا طبعا، حد بيحب يتنكد؟ فكر شوية هتلاقي أيوة طبعا، ده ما فيش أحلى من النكد يعني، ونسيبه ليه يعني؟ بمعنى إيه؟ أنت بتستدعي الشعور اللي أنت عاوزه لو أنت عاوزه. يعني إيه؟ ما أنا ممكن أفضل أفكر في نص ساعة أبقى عاوز أنتحر، وممكن أقعد أفكر بطريقة معينة في اتجاه معين أبقى طاير من الفرح. إذن أفكاري بتعمل مشاعري. طب ما أنا ممكن أعمل كنترول على أفكاري وأزقها في اتجاه كده أو اتجاه كده. خلي بالكم، وده على فكرة كله تعليم كتابي، لأن المسيح لما بيقول حبه هو يقصد إيه؟ اعمل كنترول على فكرك وعلى مشاعرك، يطلع كنترول على سلوكك. لو انت قاعد تقول بيضطهدوني، بيكرهوني، بيعملوا فيا، بيسووا، انت بتغذي الكره اللي جواك. لما تقعد تفكر المسيح حبني، المسيح بيحضر لي السماء، كل الاشياء تعمل معا للخير، اللي بيحصل ده هيديني اكليل كبير في السماء، هتاخدهم بالحضن. يبقى هي طريقة تفكير، وبتنزل على قلبك تطلع منها مشاعر. وفي نفس الموقف اللي يخلي الواحد شايط والع ممكن يخلي واحد وشه منور ومبسوط. يبقى ايه؟ انا المسؤول حتى عن افكاري وعن مشاعري، being proactive. لان المبادرة مش بره. فاكرين لما قلنا في secret life وفي public life؟ السيكريت لايف، الحياة الداخلية، انت مبادر في انك انت تعدل دماغك وتظبط قلبك، ولا مستسلم لفكرة نسيوني، هملوني، محدش بيحبني، انك ده بقى؟ طب انت كده مش هتبقى ترجع تاني لدايرة زيرو، dependent، عاوز تتشال مش عاوز تشيل، مالكش اي تأثير، بالعكس بقيت عبء على اللي حواليك، لانك dependent، لانك استسلمت. انما لما تفكر انا موجود هنا ليه رسالة، انا ربنا حاططني بقى نور للعالم وانا فاضي للكلام الصغير ده، اقعد اقول صحتي ونسيوني ودلع ده، يبقى انا بزق نفسي في اتجاه معين. انا اقدر اغفر، بصوا التعبير الاخراني اللي قاله ده، انا اقدر انسى، انا اقدر اتخطى اي مشكلة او اي ظلم. ده لسان حال البرو اكتيف. الرياكتيف لسان حاله ايه؟
هم عملوا. فاهمين ازاي؟ ربوني كده وانا صغير، اذوني، والبلد دي اصلها مليانه مش عارف ايه، وفي الشغل بيعملوا ايه. على فكره انا بقيت اميزها في الاعترافات، بس دي مشكله، ان اول ما تعطى معترفه، مش يعني اي معترف، بس غالبا ستات، من اول جمله اقول يا رب قويني. ليه؟ لو قالت انا هنخلص في دقيقتين، لو قالت هم هاخد مهدئ. فاهمين اقصد ايه؟ لو قالت انا يبقى واخده بالها انها جايه تشكي روحها، عاوزه علاج لنفسها. لو قالت جوزي وحماتي وابويا وعيالي وكده، يبقى هي بتقول لي ايه؟ اعمل ايه ده؟ انا غلبانه، ما تطلبش مني حاجه، ده الدنيا بتعمل وبتساوي. reactive. she will never be proactive. مش هتتحرك من مكانها، لانها always blaming كل اللي حواليه، فمش داخله تاخد موقف من حياتها. غير واحدة بتقول أنا عصبية شوف لي حل، لا ده هنخلص في دقيقتين وهتتغير، لأنها داخلة بتقول أنا اللي هتغير، ليش دعوة بقى اللي حواليا بيستفزوني ما بيستفزونيش، ده موضوع جانبي. أنا عصبية بس، وأنا مش عاوز أكون عصبية. يبقى هنا proactive. واضحة؟ ابتدت تبان الفكرة يعني إيه عادة المبادرة أو being proactive. أضاف عليها فكرة لطيفة، قال عندنا اللي بيحكمنا في دايرتين، دايرة سماها circle of concern، ودايرة تاني اسمها circle of influence. بمعنى ايه؟ الكونسيرن معناه كل ما يحدث من بره وبيضغط عليه، والانفلونس معناه اللي بيحصل جوايا واقدر اطلعه لبره، يعني في ضغوط خارجية وفي تصرفات شخصية. اللي ممكن نعمله لو انت برواكتيف، هتعمل ايه؟ السيركل اوف انفلونس هتكبر جدا، فهتحتل اكبر مساحة من السيركل اوف كونسيرن. يعني ايه؟ معلش هشرحها عشان تبان. انا مظلوم في شغلي، فاقول هم بيعملوا مؤامرات وكلهم مش بيحبوني، ده كل ده كونسيرن. يعني ايه؟ انا مهموم بهم وانا قاعد ساكت، الدايره بتاعتي عماله تقل، ملياش اي انفلونس لاني مستسلم. لكن لا، انا هتحدى الظروف، انا هكلم الناس، انا هرفع مش عارف ورق مثلا، هعمل حاجه، انا مش هسكت على الوضع. يبقى سيركل اوف انفلونس. يبقى انا دخلت هنا المساحات دي اصلها بتروح وتيجي. يا ترى انت سايب الدنيا تفطسك وتحكمك وتمشيك، ولا انت اللي بتغير في الدنيا؟ خلي بالكوا المسيح جه نجار فقير في الجليل بس غير العالم كله. لو كان سيركل اوف كونسيرن، يعني ايه؟ لقمة العيش شغلاه، مجرد انه يلاقي نفسه وسط النجارين، يعرف يصرف على امه الغلبانة، كانت حياته طبعا انتهت بلا معنى. لكن ربنا يسوع له المجد he was very proactive. يعني ايه؟ هو جاي، طبعا انا مش بنكر لاهوته يعني، بس انا ببص له من الناحية دي، ان هو غير العالم كله لانه سيركل اوف انفلونس ضخمة، هو شايف انه يقدر يغير. وهو ده اللي بيحصل. ام تريزا كان معاها فلوس لما ابتدت؟ لا. وكرهبة حتى كانوا مضيقين عليها انها لازم تمشي في البرنامج الرهباني العادي بتاع اي رهب، هي ما قبلتش وفضلت تقاوح، عاملة كل الغنى اللي في العالم ده كله من الخدمات. ليه؟ لأنها ما مشيتش زي السكة ما بتوديها. نو، هي وسعت السيركل اوف انفلونس، هي غيرت في الظروف، ما خلتش الظروف تغيرها. واضحة؟ فبقت شخصية عملاقة، سايبة آلاف السنترز وعشرات الآلاف من الرهبات ومئات الآلاف من اللي اتخدموا على ايديها، وفكر في العالم بيقف للإلحاد دلوقتي، فكر مثالي مسيحي من غير كلام. على فكرة دول أقل ناس يتكلموا الجماعة بتوع ماذر تريسا. ملخص بقى العادة الأولانية إيه؟ الملخص ببساطة بنقول فيه جملتين.
الاشخاص الرياكتيف بصوا دايما للجانب السلبي الاول. دول التفاعليين، دول لا يتحملون مسؤولية حياتهم، دول اللي مش عاوزين ياخدوا قرارات، دول دايما حاسين ان هم ضحايا من اول ما اتولدوا لغاية ما يموتوا، دايما حاسين ضحايا. دول ما عندهمش نظرة تقدير لنفسهم ان هم they can change anything، ما عندهمش النظرة دي، فسايبين الدنيا زي ما توديهم. البرو اكتيف دول المبادرين اللي بيتحملوا مسؤولية حياتهم، ودول اللي بيختاروا رد فعلهم. تعبير مهم قوي، بيختاروا رد فعلهم. احفظوا التعبير ده، يختار رد الفعل. يعني ايه؟ يعني فلان ضايقني، عندي رد فعل اكرهه، اتعصب، اشكي، اصلي، اسامح. اختار. عندك 5 choices reactions. المعتاد ايه؟ تتضايق، تشتم، تشكي. واللي مش معتاد تسامح، تصلي مثلا. فانت بتختار رد الفعل، ما بيتفرضش عليك. بترجع للوصية تقول له يا رب انا عاوز البرنامج بتاعك unusual. برنامج المسيح دايما unusual، الوصايا كلها not usual. مرة عملت كده مع الشباب بقى ملوش في الكنيسة خالص، فألفنا آيات. قلت لهم تعالوا أكمل الآيات الآتية. من سخرك ميلا، سمعت درر بقى، ده أنا سخره 10 تميال، ده أنا أدفعه مش عارف إيه، ده أنا أخليه ينسى اسمه. ما هو فيها نوع من السخرة أو الاستغلال. يعني لو واحد استغلك، رد الفعل إيه؟ تسمع العجب، بس الحقيقة الردود اللي قالوها الشباب هي 99% من اللي بيحصل في الشارع. 1% اذهب معه سنين، ما حدش قالها. very unusual، مش حاجة طبيعية، بس كده. بس هو ده اللي هيغير العالم، ده اللي يغير الكون، ده اللي يخليك شخصية مؤثرة، ده اللي خلى المسيح العالم كله يبص عليه. الحجة الهبت التانية begin with the end in mind. يعني ايه دي بقى؟ مأساة مصرية. ايه المأساة؟ اغلب الناس بتبتدي وهي مش شايفة رايحة فين او اخر المطاف ايه. دي في كل حاجة. هديكم مثل يا جماعة. لما بلف في الصعيد على كل المشاريع الكنسية لقيت مأساة في المباني. المهندسين هنا يفهموني على طول. تلاقي مثلا كاهن طيب لقى حتة أرض جنبه، فقال لحسن تروح مني، اشتراها. هو ما فكرش اشتراها ليه، بس خسارة. طيب جاله واحد كده فندي يقول له ما تعمل فيها مبنى خدمات. نعمل. طب ليه؟ مش مهم ليه، نعمل. طلع بمبنى 3 أدوار. فجاله واحد قال له نعمل حضانة، لأن المبنى اللي اتعمل ما ينفعش حضانة، خلي بالكم. فعمل حضانة تعبانة قوي، لأنه تقسيمة الأوض وشكل المبنى ما يمشيش. فواحد تاني قال له لا شيلها واعمل عيادة. فنعمل عيادة، تمشيش طبعا، لا المنطقة تنفع ولا عيانين. لا بلاش لحضانة ولا عيادة، احنا ايه، نأجرها مفروش ونجيب دخل للكنيسة مثلا. طب نجرب. هو ايه اللي بيحصل؟ هو اشترى أرض وطلع بمبنى، بس هو ينقصه ايه؟ فيجن، ما عندوش رؤية، مش عارف هو عاوز ايه. فهمتوا الفكرة؟ هو ما سألش نفسه شعبي محتاج ايه، وبالتالي راجل طيب وبيحب ناسه، بس تايهة منه لأنه مش عارف يخدم. احنا شفنا مباني يا جماعة بملايين معطلة. ليه؟ وطاقات بمليارات معطلة. عشان العيب ده، عشان العادة دي، اللي هو أنا مش عارف آخر السكة إيه. ده الأخطر بقى. تقابل شاب متخرج، عاوز إيه يا حبيبي؟ عاوز أتجوز. ربنا معاك، اتجوز. عاوز إيه يا حبيبي؟ عاوز أجيب فلوس. ربنا معاك، جاب فلوس. عاوز إيه تاني؟ أجيب عيال. ربنا يديك، جاب عيال. طب نجوز العيال. ماشي نجوز العيال. طب نعمل فلوس. نعمل فلوس تاني. وبعدين يدخل في اكتئاب ويتعالج.
ليه؟ هو مش عارف هو عايش ليه. هو من الأول مش حاطط هدف، فهو واخد الأهداف المعتادة اللي بتتقاله. كل الناس بتتجوز، يلا نتجوز. فلما اتجوز حس بفراغ، لأن هو يعني ايه، مأمورية وخلصناها. يا ابني الحكاية مش كده. هو انت عاوز ايه من الأول؟ انت شايف آخر محطة ولا مش شايفها؟ هي دي المصيبة في التعليم. بس لو فتحتوني في التعليم مش هخلص. اسأل أي حد بيدرس في ابتدائي، هات أي مدرس أو حتى مفتش، أنت عاوز الطفل يوصل لإيه؟ ما يعرفش يجاوب. هو يعرف يجاوب يدرس إيه، لا، السؤال الأهم عاوزه يوصل لإيه، يبقى شكله إيه، المنتج الأخراني بتاع 6 ابتدائي، البرودكت ده شكله إيه، درجة التخلف اللي يطلع عليها قد إيه. تلاقي إنه محدش باصص للمنتج، فاهمين إزاي؟ كله باصص للحشو. اي تعليم بره بيبتدي ازاي؟ بيبتدي من الاخر. ليه بقى المبدأ ده؟ انا عاوز، خلي بالكوا، ده داخل على مدارس الاحد وعلى اجتماعات الشباب. عاوز ابني يدخل حضانة الكنيسة 2 سنين، يطلع في اخر السنتين، انا بتخيله هو لسه ما دخلش مثلا، يطلع حافظ الحان، بيتناول كل اسبوع، بيحب يصلي، بيحترم زمايله، نظيف في هدومه، مؤدب، في شكل معين انا شايفه. وارجع بقى من دي 1 ابتدي اشتغل عشان اوصل للنتيجة دي. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ ابتدي احط بقى المادة، اجيب المشرفة اقول لها انت هتعلميه النظافة، هتعلميه الف ب، تعلميه الالحان، منهج الالحان يغطي السنتين ازاي، الايات تمشي ازاي، شكل المكان ايه. بس كل اللي حاكمني ايه؟ البرودكت الاخراني. ندخل على ابتدائي، ما ينفعش اتجاهل حضانة، هفترض انه طالع لي من كي جي مستوى كذا، عاوزه بعد 5 6 سنين في ابتدائي يبقى وصل لايه، وبعدين ارجع لاولى ابتدائي اول اسبوع احط المنهج. عاوزه بعد 15 سنة في مدارس الاحد واصل لايه، وارجع احط كل مناهج مدارس الاحد. عاوزه بعد اجتماع شباب لمدة سنة في الكنيسة، حصل ايه، اتغير في ايه، واكوردنجلي ابتدي احط شغلي ومناهجي وايامي ما حدش بيعمل كده. اغلب الناس بتعمل ايه، النهارده وبكره. طبعا المنهج اللي باصص تحت رجليه ده بيطلع كلام فارغ في الاخر، واغلبنا شربنا الشربة دي وعايشين فيها. هل المسيح كان عنده المبدأ begin with the end in mind؟ ما فيش انسان على تاريخ البشرية كانت واضحة بالنسبة له. المسيح جه اول جملة قالها اقترب ملكوت الله. كان شايف يوم مجيئه على السحاب، مش غايب عنه ابدا. طب ده رب المسافة لغاية دلوقتي عدت 2000 سنة وليكن. هو جه على الارض، واللي شغله اللحظة دي اللي عاوز ياخد فيها اكبر عدد من البشر السماء، واكوردنجلي ابتدى يعيش حياته ويعلم ويموت على الصليب ويقوم ويطلع السماء ويسكب روحه ويحضر الكنيسة ويسمح بالاضطهادات. كل ده في اتجاه تارجت واضح جدا. فهمتوا الفكرة؟ المنهجية دي في التفكير تغير كل حاجة. داخل على خدمة جديدة، عاوز توصل بالناس دول لإيه؟ ما تقوليش هقول درس ده آخر حاجة. الأول قول لي عاوز توصل لإيه، وبعدين تعالى نتفاهم في الماتيريال وفي الأدوات وفي الأسلوب وفي كل حاجة. أنت كطبيب نفسك توصل لإيه من رحلة الطب ده كله؟ خلي الأند إن مايند، خلي الصورة اللاست ستيشن دي واضحة، وبعد كده تعالى نشتغلها واحدة واحدة من الأول خالص. أي مهندس شاطر بيعمل إيه؟ بيعمل ديزاين ما يخرش المية قبل ما يحفر حفر، وقبل ما يحط خرسانة، وقبل ما يشتري زلط وطوب. مفيش كلام زي كده، كله في المكتب، كله في الدماغ، كله على الورق، المكات مظبوط جدا. تسأله في تفاصيل التفاصيل اللي لسه قدامها 2 3 هتتعمل، يكون عارف. ساعتها بقى أول ما يبتدي يشتغل يجري
لأن الفيجن واضح. بصوا بقى، حط حاجة لطيفة الراجل ده، قال فكرة جميلة الواحد ياما بيوعظ فيها، أول مرة يقولها بالطريقة العبقرية بتاعته كوفي ده. قال مخنا عامل زي البتاع السيركل دي كله فايلات. أخطر فايل هو الكور، هو السنتر. أخطر فايل هو الملف الوسطاني اللي بيه بتحكم كل قراراتك. الشكل الأمثل هو اللي قصادكم، اللي هو الهدف المحوري، السنتر يكون ربنا أو السماء، اللي بالتالي تعاملك مع المال من خلال الهدف. فيبقى ايه؟ يبقى انت هتطلع فلوس للخير، هتدبر فلوسك بطريقة مسيحية. تعاملك مع الأسرة مش ضد المسيح من خلاله. تعاملك مع الشغل، تعاملك مع الأعداء، تعاملك مع المتع، مع كل حاجة المسيح هو الغاية. جربوا حبايبي كده، شيلوا المسيح من النص وهات لي الفلوس في النص، وحط المسيح بره، يعني في كورنر. وناس كتيرة كده المسيح بالنسبة لها ايه؟ فايل، شمعة يوم الحد اللي يحطها، او صلاة 10 دقايق ربع ساعة بالليل، اللي هو جزء. لكن الكور بتاعه الفلوس. الفلوس حكم علاقته بمراته طول نهار يتخانق، وحكم علاقته باصحابه اللي مش هيفيده ما يبقاش صاحبه، وحكم علاقته بأعدائه، قضايا ومحاكم وخصام، لأن الفلوس أهم حاجة. وحكم علاقته بالكنيسة، بالنسبة له دايما شايف الكنيسة حرامية عاوزين ياخدوا فلوس. ده لأنه إيه؟ الكور هنا، السنتر هي الفلوس. شيل الفلوس، حط مثلا السلف، الإيجو، الذات. واحد بيعبد ذاته، ربنا هيروح في الكورنر الصغير ده، هيصلي أو يقرأ الإنجيل أو يخدم، بس هو إيه؟ مجرد يعني 10% من تفكيره، وأساسا لخدمة ذاته. لما يصلي عشان الناس تتفرج، ولما يقول درس عشان الناس تسقف. علاقته بمراته وعياله لازم يمجدوه، لازم يرجعوا له، لازم يمشي كلامه، إيجو. علاقته بأصحابه لازم يبقى هو الكبير، هو الألفة، هو المعلم. علاقته بأعدائه بيكرههم عمى وعاوزهم يختفوا من الوجود. علاقته بكل حاجة محكومة بالإيجو. حط المتع والملذات وطلع المسيح مطرح. الأكل والشرب والجنس والحاجات دي هتبقى في النص. الشغل بيخدم على كده، والعلاقات كلها بتخدم على كده، وربنا جزء من القصة. فهمتوا الفكرة؟ هو عاوز يقول ايه؟ هي نفس فكرة الرؤية البعيدة او الهدف البعيد، هو نفسه اللي بيحركني طول الوقت في اللاوعي. لو انا عاوز السماء اوصل لها وهي دي اهم حاجة عندي، هتملى دماغي لدرجة مأثرة على كلامي، ومأثرة على وقتي، ومأثرة على علاقاتي، ومأثرة على جيبي، لأن السماء مالية دماغي. لو الفلوس مالية دماغي هتأثر على كل حاجة برضو. الناس دول بقى اللي ما عندهمش هدف واضح قصاد عينيهم، دول مش حاسين بقيمة حياتهم أو الهدف من وجودهم. دول عايشين aimlessly، عايشين تايهين في الدنيا وما أكثرهم. في المقابل الناس اللي حاطين الهدف واضح أو الرؤية واضحة قدامهم، دول عندهم كل يوم مهم، وكل لحظة مهم، وكل أكشن له معنى، لأنه كله بيخدم على الهدف البعيد أو الفيجن الأخراني. المجموعة الأولانية مش عاوزين يعملوا مجهود عشان يكتشفوا هم عايشين ليه. مش بيعملوا مجهود عشان يكتشفوا هم عايشين ليه، هم عايشين وخلاص. التانيين طول الوقت في سؤال ملح، أنا عايش ليه؟ أو بلغتنا المسيحية، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فهمتوا الفكرة؟ طول الوقت ماشي بيتحرك بالسؤال ده. عاوزني أعمل إيه مع فلان؟ عاوزني أعمل إيه دلوقتي في الوقت؟ عاوزني أعمل إيه بكرة؟ عاوزني أعمل إيه السنة الجاية؟ مش أنا اللي هعمل، أنت قول لي عاوزني أعمل إيه. طبعا دول عايشين صح، ودول اللي بيأثروا في التاريخ وفي العلاقات. نفكركم احنا بنعمل ايه. احنا بناخد 7 أفكار أو 7 عادات، بنراجع نفسنا عليها وبنشوف نقدر نقتني منها ايه، لأن ده يجعلنا كلنا أكثر تأثيرا في حياتنا وفي خدمتنا مهما كان العمر،
مهما كان السن، مهما كانت الظروف، مجال التأثير هيزيد قوي لو العادات دي الواحد اكتسبها. اتفقنا من البداية ان التأثير يبدأ بالحياة مش بالكلام، ومع الحياة تيجي العلاقات، ثم أخيرا الكلام. قلنا لو فهمت العادة كويس، اقتنعت بيها، هتتحمس ليها، هتتدرب عليها، هتتقنها، هتتعود عليها، هتبقى مبادر بطبعك. دلوقتي انت تفاعلي بطبعك، لا عاوزين نتقلب، نبقى في يوم من الأيام دايما بتعمل الصح بتلقائية، دايما بتعمل الصح اللي المسيح كان هيعمله بتلقائية، كده يبقى اكتسبت العادة صح. خدنا غير مبادرا، خدنا كمان فكرة ايه؟ دايما الهدف واضح. begin with the end in mind، يعني خلي نهاية الرحلة واضحة قوي عشان تقدر تحسب خطوتك النهاردة، كل خطوة مرتبطة بالنهاية. عارفين زي ايه تاني؟ معلش اقول مثل تاني، اللي بيعمل لوحات البازل بتاع جيسكو بازل ده، اللي هي بتاعت بقى قطع كده، اهم حاجة يكون ايه؟ الصورة، الشكل النهائي واضح في ذهنه. لو الشكل مش واضح هيعشق القطع ازاي؟ هتتركب عشوائي، واخدين بالكم؟ لكن لما تكون الصورة واضحة هيقدر يحط كل حاجة في مطرحها، كده الدنيا تستقيم. وقلنا ده بيفرق معانا جدا كمسيحيين، ان يكون ربنا وملكوته هو الموضوع الشاغل الاول لحياتي، اللي على اساسه بفكر في الجواز او في الشغل او في الخدمة او في الفلوس او في توزيع الوقت، كل ده بيجي مرتبط بالسنتر ده. ثالث نقطة مترتبة على اللي فاتوا، لو انت مبادر unusual not reactive، دايما بتطلع الصح منك مش زي ما يعمله الناس، كما يفعله المسيح، وانت الهدف الكبير واضح في ذهنك، هتيجي نمرة 3، عندنا أزمة وقت. كل المؤثرين دايما عندهم أزمة وقت، أي شخص مؤثر لازم عنده أزمة وقت. مجدي يعقوب عنده أزمة وقت، البابا تودروس عنده أزمة وقت، أي شخص مؤثر. ليه؟ لأنه موقعه ومواهبه وزناته مؤثر، وكمية الوقت المتاحة هي 24 ساعة 7 أيام، مفيش أكتر من كده، وممكن يعمل حاجات مئات الساعات في اليوم الواحد لو في وقت. هنا بقى تتحل بإيه دي بقى؟ تتحل بمبدأ الأولويات، واكتساب عادة ترتيب الأولويات أساسية جدا في التأثير. هنا نبتدي بالمسيح كالمعتاد. هل ربنا يسوع كان شخص ذو أولويات؟ هديكوا يوم من حياة المسيح تعرفوا يعني إيه هذا الشخص له كل المجد كان منظم جدا في أولوياته. في مرقس 1 يقول لك في الصباح خرج إلى موضع خلاء وكان يصلي. طلع له بعد شوية عقبال ما صحي بطرس والناس، انت فين يا رب؟ ده الناس كلها عاوزاك. قال لهم لا، مش هرجع القرية دي، لازم اروح قرية تاني. الله، خلي بالكم عشان لسه حد سألني، ما انا لو عملت كده هزعل ناس. لازم تزعل ناس، لازم في ناس تزعل، بس مش تزعلهم غلط. بمعنى ايه؟ لو المسيح ساب نفسه على هوى من يطلبه كان فقد رسالته. هو عمل معجزات في قرية، فطبعا أهل القرية عاوزينه يقعد معهم طول العمر، لكن ربنا يسوع ما جاش لدول بس. فلأن أولوياته أنه وراه في بلان في دماغه، قال لا كفاية عليهم اليوم ده، النهاردة عندي قرية تانية. بالرغم أن الناس بتشد في اتجاه، هو لم يخضع لضغط الناس، هو بيلف اللفة اللي هو محددها ومرتبها. يجي في صح تاني يقول لك، ولما رجعوا التلاميذ من الشغل، مرقس بالذات لو ذاكرتوا انجيل مرقس تلاحظوا المسيح منظم جدا ومرتب اولوياته. انفرد بتلاميذه وبعد عن الجموع. طب ما الجموع ده كذا الف، تبدي 5000 قاعدين على الجبل مستنين الوعظة ولا 12 تلميذ؟ لا، قال دلوقتي وقت ال 12 تلميذ، خلي الالف شوي. ليه؟ اصل دول مستقبل الكنيسة،
دول مستقبل البشرية، دول لازم ياخدوا أولوية في الوقت والاهتمام، لأن الواحد منهم ببلد، وبالتالي أنا مش هسيب نفسي للجماهيرية لأن دول أولوية. خلي بالكم، يبقى عارف يقول لأ لجمهور منتظر في سبيل يدي وقت مريح لمجموعة أصغر، بس المجموعة دي مختارة منتقاه لرسالة أكبر. خلص الجموع وعمل ال5 خبزات، وبعدين قالوا له التلاميذ ما تخليك معانا بقى كالعادي. قال لهم برضو سوري، ادخلوا انتوا المركب سيبوني. ليه؟ عاوز اصلي. يبقى عمال يقول لا، خلي بالكم، قال لا لقرية مش معتها، وقال لا الزحمة لأن التلاميذ أولى، وقال لا للتلاميذ في وقت لأنه وقت خلوته وصلاته. واضحة؟ يبقى ربنا يسوع كان عنده أولويات، وبيها كان في كذا مرة يقول سوري ده مش وقتك، أو كده كفاية على كده، لأن في أولوية الموضوع تاني. من هنا ال3 سنين بتوع المسيح له المجد على الأرض غيروا تاريخ البشرية. احنا ما بنعيش سنين ما عملناش حاجة. يوحنا المعمدان 6 شهور غير تاريخ المرحلة اللي قبل المسيح. ليه؟ لأن الشخص المؤثر لازم يكون مرتب أولوياته صح. هنا بقى على النقيض لما تلاقي واحد بيضيع وقت، ده يبقى الأولويات تايهة منه خالص. لما واحد يقول لك ايه، قعدت على الفيسبوك نسيت نفسي، خد 5 ساعات، ده أشطب خالص على الأولويات. ده لا يمكن يكون شخصية مؤثرة خلاص. ليه؟ لأنه ده لو مثلا رب أسرة وراه عيال وخادم وبيشتغل، ايه اللي حصل؟ ال5 ساعات دول اتسحبوا من رصيد أسرته، ومن رصيد شغله، ومن رصيد علاقته بربنا. دول 5 ساعات في يوم. فهمتوا الفكرة؟ فلأنه ساب نفسه، مش حاطط priorities أولويات، الحقيقة طبعا لا يمكن هيكون مؤثر على أولاده ولا في خدمته ولا في شغله. إنما اللي دخل على الفيسبوك نص ساعة لمجرد يبقى إيه، بيعمل يعني بيغسل دماغه أو بيخلص شوية علاقات، وحاطط لنفسه وقت محدد وعارف يقول لأ لنفسه، خلاص وماله، حقه. واضحة؟ احنا مش بنقول الفيسبوك غلط، ولا التلفزيون غلط، ولا الموبايل غلط، ولا انك تنام كفاية غلط، ولا انك تاكل أكلة حلوة غلط، ولا انك تتفسح غلط. هو الغلط في تعمل ده امتى وقد ايه وقت. هي دي المشكلة، تعمل ده امتى وياخد قد ايه وقت. هي الحسبة دي بقى هي اللي تخليك مؤثر او غير مؤثر. put first things first، ده الشعار اللي حطه مستر كوفي ده، انه حط الاولويات في الاول. وهنا بيعملوا لعبة جميلة قوي، يا ريت اللي هيدرس منكم الحاجات دي بيجيبوا جار، وبيجيبوا زلط كبير، ويجيبوا حصى صغير زلط صغير، ويجيبوا رملة، ويجيبوا مية، ويقولوا للشبان اللي قاعدين عاوزين ندخل كل ده جوه الجار ده، يلا ابتدوا. فتلاقي واحد ابتكر كده، حط الرملة كلها في أرضية الجار، وبعدين سقاها بالمية، هيزرع شكله، وبعدين جاب شوية الزلط الصغير، جه حط الزلط الكبير، ما خدش غير زلطين مثلا. واخدين بالكم؟ واحد تاني قال له لا انت غلطان، نجيب الزلط الصغير نحطه في تحت، وبعدين نملى مية، وبعدين ايه. هو طبعا التسلسل المنطقي ايه، حط الكبير الاول، عشقه الاول لان دي حاجات كبيرة major priorities، ها، وبعدين اللي اصغر شوية، ها، وبعدين الاصغر شوية كمان، وبعدين شوية المية في الاخر اللي هي اللي باي ذا واي. ساعتها انت استوعبت كل اللي نفسك فيه. لكن لو تخيلت ترتيبة اخرى هتلاقي نص الحاجات دي ما تدخلش. يبقى واضح ان اليوم او الاسبوع ممكن يشيل حاجات كتير، بس المهم ركبته ازاي، حطيت ايه في الاول. هي دي اخطر قضية. لو انت الصبح صحيت تقرا جرايد وتشرب قهوة ونسيت نفسك ساعتين، الزلط الكبير طلع بره. يعني ايه؟ في شغل هيقع منك، عيالك هيقعوا منك، علاقتك بيهم هتضطرب في يوم من الايام،
ليه؟ ده مش برايورتي انك تقعد ساعتين تشرب قهوة وتقرا جرايد. ممكن يتعملوا بس في اخر اليوم او ربع ساعة في اول اليوم. لكن لما ياخدوا ساعتين من يوم مزنوق، يبقى انت مش منظم، يبقى انت مش عارف بتعمل ايه، يبقى انت اكيد الفيجن تايه منك. نمرة 2 رايحة منك، لان نمرة 2 تحكم نمرة 3. لو الملكوت شغلك الوقت بقى مهم جدا، واليوم خطير، والساعة تفرق، ومفيش مجال لتضييع الوقت، ولازم نستغل كل دقيقة، وتبقى عارف ايه الكونتنتس بتاعت اليوم اللي هتصبها جوه اليوم وتصبها ازاي. واضحة؟ في جدول كده مشهور، هو استعاره طبعا من الناس قبل منه، لانه ده تفكير بديهي. احنا بيحكمنا في توزيع مهام اليوم نقطتين: اللي ورايا حطيناها تحت كلمة مستعجل، والمهم او المفروض وحطيناها تحت كلمة المهم. اللي ورايا ورايا صلاة باكر، ورايا حضر للخدمة، ورايا اروح المستشفى، ورايا ازور فلان العيان، ورايا ورايا ورايا. المهم انه ده ميعاد التشيك اب على الصحة، او ده ميعاد الخلوة، او في حاجة مهمة اسمها انت مدي وعد لحد من شهرين بحاجة ما اتعملتش. في صراع مستمر بين اللي مستعجل اللي بيلح اللي وراك، وبين المهم. وانا شخصيا بحب احط في كلمة عاجل دي المفروض نرسم جنبها موبايل. ليه؟ رنة الموبايل بتستعجلني ارد. اكتر من 90% من المكالمات مش مستعجل، بس هي بترن، بتزن، بتلح ورايا. في ناس لو ردت على كل المكالمات ضيعت نص اليوم، وضيعت جنبه حاجات مهمة جدا. بدليل انت كجراح ينفع في نص اوضه العمليات، في نص العملية تطلع الموبايل ترد؟ تبقى مش طبيعي طبعا. يبقى انت عامل اولويات تلقائية، انك قافل موبايلك او ركنه خالص، لان اللي في ايدك عيان شغال عليه في اوضه العمليات، فبديهي ان اي تليفون يتأجل. يبقى انت عامل البرايوريز من غير ما تحس. لكن تصوروا، ده بيحصل احيانا في مصر، ان واحد يعني ايه عاوز يشرب قهوة في اوضه العمليات، او عاوز يحكي ويسيب البطن مفتوحة مثلا. طبعا انا مش بتريق على حد، انا بس عاوز اقول ايه، تبان حتة العاجل والمهم. المربع الاولاني انا عاوز احكي لكم بس ايه اهم مربع في الاربعة. المربع الاولاني اللي هو عاجل مهم، الحقيقة ده بيفرض نفسه فرض. يعني ايه؟ ربنا يدي الصحة للكل، روحت لقيت ابنك سخن قوي، ده اسمه ايه؟ مهم ومستعجل. خلاص مش هتفكر مرتين، مش هتقول بس عندي تحضير درس ايه، الولد في حالة خطر. فهنا انت مش هتفكر، وبالتالي العاجل المهم الحقيقة مش هتعمله لانك مش هتقدر تأجله. نمرة 4، اي حد عاقل مفروض يخليه 4، اللي هو ايه؟ لا مهم ولا مستعجل. ومش كل الناس عاقلة، لكن يلا، المفروض ده ايه؟ ده يكون طبيعي ترتيبه الاخير من غير اجتهاد. هي الازمة كلها ما بين ايه؟ 2 و3. الصعوبة كلها تكمن في انهي اللي هتبدي اللي مستعجل مش مهم، ولا هتبدي المهم اللي مش مستعجل. هنا الاخ كوفي ده قال نمرة 2 يكسب. نمرة 2 هي الحكم، المان اوف انفلونس، الشخص المؤثر هو اللي بيتحرك دايما بمربع 2. مربع 2 اللي هو ايه؟ المهم مع انه مش مستعجل. اديكم مثل، الصلاة مهمة مش مستعجلة، تاخد اولوية ولا تسيبها للاخر؟ لو سبتها للاخر مش هتصلي. فهمتوا الفكرة؟ الصحة
مهمة بس مش مستعجلة، ما احنا عايشين. بس بعد الشر ممكن تطب في لحظة لو ما اديتهاش أهمية. يبقى مهمة مش مستعجلة، لكن هي مهمة. فهمتوا الفكرة؟ فإذا لو فكرت صح هتلاقي إن ده أخطر مربع. يعني إيه؟ مش اللي مستعجل هو اللي خطر وهو هو المهم، لا، المهم اللي مش مستعجل يجي الأول. زي يا جماعة إيه؟ أقول لكم عيب، يعني حاجة شخصية. إحنا ككهنة ممكن ما ننامش من طلبات الناس ومن اللي ورانا والمشاكل اللي علينا. لو أنا عملت كده مش هيطلع ولا مؤتمر، ومش هقدر ابتدي ولا خدمة جديدة. واخدين بالكم ليه؟ لأني أنا بقول حاضر لكل اللي عاوزني، وأي مشكلة تشدني همشي معاها. في الحالة دي الحقيقة هيقف نموي أنا الشخصي ويقف نمو الخدمة. أنا لازم أقول لأ في وقت وصلت روحي عشان أقرأ، أو عشان أعمل حاجة مش معتادة زي مؤتمر، إن هي مش مطلوبة بس أنا شايفها مهمة. واخدين بالكم؟ لكن أنا لو سبت نفسي لما يطلبه المستمعون، لما يطلبه الناس، طب أنا هبقى إيه؟ هبقى مش بعمل غير مجرد افتقاد واعترافات، ودي حاجة عظيمة وحاجة مهمة جدا، لكن لازم أحط لها فرامل لأن في حاجات تانية برضو مهمة. فهمتوا الفكرة؟ أنت كطبيب ناجح مشهور لو سبت العيادة مفتوحة مش هتنام. في أطباء كده خلاص نشكر ربنا اداله نعمة كبيرة، لو حاطط، لو ساب الحكاية ممكن ياخد 100 كشف في اليوم. طب وبيتك؟ طب وصحتك؟ طب وصلاتك؟ لا، اقفل على 10 20 واتيفر، لازم تقفل. ولو تحايلوا عليك تقول سوري برضه. ليه؟ ده وقت مراتك، وقت عيالك، وقت نومك، وقت ربنا قبل ده كله. فهنا واضح انك بتعمل ايه؟ المهم مش المستعجل. هتلاقي واحد بيزن وبيلح عليك يا دكتور، في غيرك خلي بالك، واللي مش هيلاقيك هيلاقي حد تاني. لكن انت عارف ان ما ينفعش تسيب نفسك لرأي الناس. في الحالة دي انت فقدت حياتك خالص. وفي ناس حياتهم باظت لمجرد ان الطبع ده مش فيهم، وناس افاضل جدا. في ناس فاضلة يعني من كتر حبها في الناس خربوا بيوتهم لانه ما عندوش اولويات، او من كتر فدائيته مع الناس خرب حياته الروحية، ما بقاش بيروح قداس لانه مش لاقي له وقت، لان الناس عاوزينه. وطبعا الناس ابيوزف، خلي بالكم لما بيلاقوا واحد بيقول حاضر، ده ما فيش احلى من كده. ده ممكن بعد كده يبقى الطلب ما يستاهلش ويصحيك من النوم، ما انت بقى بتقول حاضر في الفاضية والمليانة يعني. يبقى هنا المربع التاني ده خطر قوي، ان ضع المهم في المقدمة حتى لو مش مستعجل. ما تستناش ان المهم يبقى مستعجل. انا بقولها وانا مكسوف من روحي لان في حاجات كتيرة واقعة مني، لكن بحاول افكر نفسي بالمبدأ ده. المربع الاولاني ما اقدرش اجله، ضروري جدا. المربع التاني محدش بيجري ورايا، لكن لازم احط له انا الميعاد في جدولي. فاهمين ليه؟ يعني السبت اللي جاي، يعني لازم اكتب في جدولي واقفل كده، ده وقت البيت ما يروحش لحد تاني، ده وقت نوم ما يروحش لحد تاني، وإلا مش هنام خالص وكده هنهار. فيبقى ايه؟ هي مش مستعجلة صحيح، لكن انا عارف انها مهمة. واضحة؟ طبعا طالعين كده بشوية تدريب، يقول لك اسبوعيا حط عدة اهداف وحدد دورك لتحقيق الاهداف، رتب الاهداف دي حسب الاولوية، حدد المطلوب لكل هدف، ضع جدول اسبوعي للعمل على الاهداف، ايه اللي ممكن يتأجل للاسبوع اللي بعده وايه ممكن ما يتأجلش. طبعا دي عليها شغل كتير، لكن يكفي ان احنا نفهم الفكر. ملخص اللي اتقال كمقارنة: الناس اللي ما عندهمش أولويات، أو اللي بيحطوا أولوية معكوسة second things first، يعني حاطين حاجة مش مهمة في الأول، دول الناس اللي يعرفوا يتعاملوا مع أزمات، لكن ما بيعرفوش يركزوا في الحاجة المهمة أبدا، وبالتالي
ما عندهمش دايما تطوير في حياتهم، لأن كل اللي شاغلهم اللحظة دلوقتي، ما بيقدرش يبص لقدام كتير. الناس التانية اللي حاطين الأولويات دول منضبطين، يعرفوا يخططوا وينفذوا بناء على الأولويات. عارفين من أخطر النقط اللي بتقع مننا يا جماعة تربية الأولاد، من أخطر الأولويات اللي بتروح. ليه؟ تلاقينا الناس لما بتخلف بتبقى لسه في الميدل ايج أو لسه متجوزين وبيجروا في الدنيا عاوزين يثبتوا نفسهم، فيشتغلوا 12-15 ساعة، فما يدراش بعياله غير لما وصلوا 16-17 سنة. يجي يتكلم مع ابنه يلاقي ابنه غريب عنه. It's too late. ليه؟ لأنك أنت ما رتبتهاش صح. أنت صحيح كنت بتقول ما أنا بكافح ولسه في أول نشاطي ولازم أتعب وبكرة هرتاح. هترتاح بعد إيه؟ بعد ما ابنك ما بقاش صاحبك، بقى غريب عنك. يبقى أنت غلطت، كان لازم تفرمل نفسك زمان، لأنه العيال الصغيرة محتاجة وقت أكتر من الشباب الكبار. فأنت ما اديتش وقت للعيال الصغيرة، خلاص فقدت مكانتك كأب أو كأم، مش بنفس الدرجة اللي عاملها واحد تاني رتب نفسه من الأول صح. العادة الرابعة، لو انتوا فاكرين في بداية الكلام اتفقنا على حاجة، العادات الثلاثة اللي فاتوا لو أتقنتهم اتنقلت من شخصية ايه فاكرين؟ شخصية اعتمادية إلى شخصية مستقلة، من dependent إلى independent. ده في حالة لو اكتسبت being proactive وحاطط vision ومرتب أولويات. لو اكتسبت الثلاث عادات دول انت تحولت من شخص مرمي على الناس إلى شخص متحرر ومستقل. لسه في نقلة تاني، متفاعل مع الناس بقى، دي لسه. أول عادة تكتسبها عشان تنجح في التفاعل الإيجابي مع الناس حاجة في البيزنس، هي ابتدت في البيزنس، حاجة اسمها وين وين. ايه وين وين دي؟ كنت اسمعها زمان واضحك، بيقولوا ايه الناس دي، وفي الآخر طلعت حاجة مهمة أوي. وين وين ألطف تعبير كتابي ليها، تحب قريبك كنفسك. هي بالظبط وين وين. يعني ايه؟ لا يمكن تنجح علاقة حقيقية إن ما كنتش تحرص على مصلحة الآخر بقدر حرصك على مصلحة نفسك. هحكي لكم سيناريو. شاب لطيف حب بنت، لكن هو بطبعه أناني شوية. بنت لطيفة مؤدبة واتجوزها، بس هو عايش طموحاته، عايش لنفسه. البنت بتحبه، ابتدت بداية طيبة جدا، وبعد شهر العسل ما بقتش بتشوفه بالسهل، بيجري في شغله وراه، وهو مشغول بروحه، فبياخد بس اللي هو عاوزه، وفي نفس الوقت مخه دايما في اللي وراه واللي عاوزه. البنت دي كويسة ومبادئها حلوة، لقت نفسها بعد سنة مش عارفة تحبه. هو ايه اللي حصل؟ وبعدين بعد شوية لقت نفسها مش عارفة تسعده خالص. ابتدى يخسر. هو ابتدى يخسر ليه؟ لأن العلاقة دي مبنية على حاجة اسمها وين لوز. يعني ايه؟ أنا بكسب واللي معايا خسران، بس أنا كسبان، فأنا مش واخد بالي. بس انت دخلتها غلط. انت كمان وين لوز هتبقى لوز لوز بعد شوية، يعني انت هتخسر كمان. اعكسوا السيناريو بقى. الشاب ده عاقل جدا، فقال الكنيسة قالت لي اسعد مراتك قبل ما تفكر في سعادتك. المسيح علمني كده، فكر في سعادتها قبل سعادتك. ايه اللي يحصل؟ الست دي هتسعده لازم. يبقى هو طلع كسبان. طلع كسبان امتى؟ لما كان حريص انها تبقى سعيدة. فهمتوا الفكرة؟ لما بقى حريص انها تبقى سعيدة هو كسب، لان هي كمان بالتالي هتسعده. منهجية التفكير دي تخليك ناجح على طول. السوق عاوز كده على فكرة. النهاردة في البيزنس يقول لك اعرف الناس محتاجة ايه وبعدين تشتغل عليه.
لكن انت طالع بفكرة عبقرية هلامية محدش محتاجها، هتفلس، هتطلع منتج ما حصلش بس الناس مش عاوزاه. المصريين أكيلة، كل اللي بيعملوا محلات أكل ليه؟ مظبوطين، بيفكروا كويس. ليه؟ هو عارف ان المنتج بتاعه مطلوب حتى لو سم. بمعنى ايه؟ انه الناس بتحب الاكل، فهو عاوز يكسب، يعمل اكل، يبقى الناس دي كسبت وهو كمان كسب فلوس. واخدين بالكم؟ واحد بقى عاوز يبيع بضاعة شايفها عظيمة جدا بس ملهاش اي هوى عند الناس بتوعنا، يبقى مجنون. انت بتبيع حاجة محدش بيفكر فيها. طبعا في خبث في البيزنس بقى، ساعات يقول لك ايه، اخلق الاحتياج الوهمي وبيع على هذا كده. فاهمين؟ ده لعبة الماركتينج بقى. الماركتينج يخلق احتياج وهمي. يعني ايه؟ يقول لك ازاي عايش ما عندكش شاليه في العين السخنة؟ انت اكيد مش سعيد. ازاي طايق روحك؟ ازاي مستحمل عيشتك كده؟ فطبعا الواحد يحس صحيح انا ايه اللي عامله في روحي ده. وبالتالي يبتدي هو خلق احتياج وهمي، فانت مبسوط بتشتري وهو بيبيع. لكن طبعا ده نفسه، ده عمره قصير، خلي بالكم، لان بعد شويه بيكتشف انه وهم. وين ندخل على الموضوع. وين دي مبنيه على فكره لطيفه جدا برضو اخترعها كوفي فندي، ان في حاجه اسمها ايموشنال بانك اكاونت. كلكم عندكم حسابات في البنك. قال في حاجه اسمها حسابات المشاعر. حساب المشاعر يعني ايه؟ انا النهارده رحبت بيك قوي، حطيت في حسابي عندك كده، بصيت لك بتكشيره وعملتك باحتقار، خصمت من حسابي. جاملتك ووقفت معاك، زودت الحساب. سمعت ان قلت فيك كلمه حلوه، زودت الحساب. شاركتك في همك، عمال ازود في الحساب. واخدين بالكم؟ وعلى هذا الحساب اللي هو كله مكاسب انا بقدر اسحب. فاهمين الفكره؟ كل العلاقات الانسانيه تعتبر في الحته دي ايموشنال بانك اكاونت. بمعنى ايه؟ انت عملت ايه مع ابنك وهو عمره سنه؟ اديته وقت، دلعته، حبيته، حكيت معاه، صاحبته. هتسحب دلوقتي، هتلاقيه بيحترمك، بيقدرك، عاوز ياخد رأيك، اصل انت حاطط في الحساب من بدري. فرجع لك دلوقتي، يا بابا عاوزك في موضوع. واحد تاني ولا هيعبر ابوه ليه؟ مفيش في حسابه، ما عندوش في الحساب حاجة. فهمتوا الفكرة؟ بالظبط كده. اقرب آية ليها ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. يعني ده منطق كتابي. انت مع مراتك كنت ودود وكنت مشارك وكنت حنين وكنت مسؤول. لو بعد الشر تعبت في اخر حياتك، هتلاقي الست العظيمة دي ما بتنامش عشانك. ليه؟ الرصيد اللي بينكم ضخم، فانت بتسحب براحتك. ليه؟ اصلك حاطط في الرصيد. انما احنا بنفاجأ بعلاقات خربانة. ليه؟ مفيش رصيد. من الاول الحكاية انانية. فكل العلاقات مرتبطة بفكرة الرصيد النفسي ده، اللي هو مجموعة العلاقات والمعاملات. طبعا في انواع كتيرة من العلاقات تحت عنوان وين. دي ممكن تبقى رابح، ودي انجح علاقة، ودي اللي قصدها المسيح، ودي اللي كان عايش بيها ربنا يسوع. كان دايما يفرح اللي حواليه ويعمل اللي هو عاوزه، بس بيفرح اللي حواليه الاول. المسيح كان ممكن على فكرة عاوز الناس تصلي 24 ساعة، بس ما خلاش الناس تصلي 24 ساعة. المسيح عاوز الناس تصوم. مرة جم قالوا له انت مش مصيم تلاميذك ليه؟ شوفوا الوين. ليه مش مصومهم؟ مش انت رجل دين او معلم؟ طب يوحنا بيصوم تلاميذه والفريسيين بيصوموا تلاميذهم. قال لهم لسه. لان المسيح لو دخلت الصيامات التقيلة والحاجات دي، بس ده بتراجعوا. هم عاوزهم يحبوه، عاوزهم يستمتعوا بالعلاقة، عاوزهم يفتكروا او يفهموا فكرة العريس والعروس. ده هو العريس. لما يحبوه قوي هيصوموا لوحدهم.
وهيصوموا من قلبهم. ووصل لدي فعلا. ففي وين لوز، في لوز وين، في حاجات زي كده، انها يعني مجموعة علاقات مختلفة. عارفين لوز لوز دي يعني ايه؟ واحد بقى ايه؟ عليا وعلى اعدائي، هخسر وخسره. في ناس عايشة كده، في ناس عايشة بدافع الانتقام، اللي هو فيه نوع من الايه، شمشون بيهد المعبد على اللي فيه. ما دي علاقات اللي هي تأذي نفسك وتأذي اللي معاك من كتر الغل، دي عكس العلاقة السليمة. هنا بقى في حركة لا مؤاخذة الحمير دي هتعجبكم جدا. بص، كل البشر مرتبطين بحبل، علاقات. الحبل ده اخوات، الحبل ده ازواج، الحبل ده زملاء في شغل، الحبل ده كرسيين قاعدين جنب بعض غصب عنك في طيارة. خلي بالكم، خلي بالكم. يعني انت قعدت جنب واحد في الطيارة، طلع يعني شخصية مش لطيفة، غلست عليه من اول دقيقة. طب اقعد بقى ال5 ساعات، هي توبك. ما انت غلطان من الاول. الطيارة 5 ساعات بتغلس عليه من اول دقيقة. فاحنا مرتبطين بحبل، كل واحد له مصلحة. خلي بالكم، لما مؤاخذة الحمار ده عاوز ياكل هناك وانت عاوز ماشي. لو فضلنا بالوضع ده نبقى حمير نبقى ما بنفهمش. واغلب البشر لا مؤاخذة في الوضع ده، اللي هو ايه؟ كل واحد باصص لمصلحته ومدي ظهره لمصلحة التاني، فمش واصل لانه مش عارف يوصل لمصلحته، التاني معطله. طب الحكمة ايه؟ لو فكروا بس، طبعا مش هيبقوا حمير في الحاجة لحظة، لو راجعوا المبادئ هيحصل ايه بقى؟ هيروحوا مع بعض لمصلحة فلان وبعدين يرجعوا للمصلحة الأولانية والاتنين يتهنوا. واضحة الفكرة؟ إذا لما أكون حريص على مصلحتك أنا كسبان، اللي هي بالظبط في تعبيرات المسيح البسيطة: حب قريبك زي ما تحب نفسك. ومين قريبي؟ جابها في كل العلاقات. لما حكى السامري الصالح طلع كل الناس، لأن بينك وبين كل الناس علاقة. اللي ماشي في الشارع بينك وبينه مصلحة، لما تبتسم في وشه هيفسح لك، لما تديله كلاكس غلس طب امشي بقى. مش ده اللي بيحصل؟ لما ترفع ايدك وتحييه بطريقة مهذبة جدا، انت كسبان، ده ليك انت في الاخر، راجع لك مش ليه هو. يبقى كل العلاقات مرتبطة بالحتة دي. الجماعة دول بقى المقارنة اياها، اللي ما عندهمش منهج الوين وين ده، دول اشخاص عقلهم ضيق، مركزين في مصالحهم الشخصية بس، شايفين دايما الدنيا جيم، لعبة لازم يكسبوا فيها. وطبعا هو ماشي بفكرة انه الشطرنج انا اكسب لازم انت تخسر. في العاب كتيرة ممكن الطرفين يكسبوا، لكن في العاب قديمة كاسب خاسر. انما اللي عايش بالوين وين ده مخه كبير، فشايف ان التعاون او مصلحة الكل اهم من مصلحتي انا، ومصلحة اللي معايا قبل مصلحتي. انا هرضي ولادي عشان يسمعوا كلامي، وهريح موظفيني عشان يدوني عينيهم، وهسمع للخدام اللي معايا عشان يحترموني ويمشوا ورايا، وهحترم شعبي عشان شعبي يمشي ورايا. كلها علاقات. لكن انا همشي اللي في دماغي ومن يقبل فليقبل، هبقى لوحدي خالص في الاخر. اخر عادة دلوقتي، احنا خدنا 4 حاجات: كن مبادرا، ما تعملش المعتاد. 2، خلي النهاية واضحة، الهدف الفيجن. 3، رتب يومك وأولوياتك. 4، الآخر شغلك وين وين. ماشي. 5، understand before being understood، أو افهم كويس قبل ما تحاول تتفهم. احنا ساعات نبقى زي البرابرة، كله بيتكلم ومحدش بيسمع، وبالتالي المشاكل عمرها ما هتتحل. في حوارات كتيرة قوي تلاقي كل واحد مش بيسمع اللي بيتقال، هو بيجهز اللي هيقوله، وبالتالي هذا الحوار
حوار طرشان يعني مش هيخلص ابدا. اللي عاوز ينجح في اي علاقة ويكسب الناس ويكسب نفسه بالتالي لازم يفهم الناس كويس الاول، وعشان تفهم الناس اسمع الناس، اديهم فرصة يبتدوا هم يفكروا يقولوا يحكوا يختاروا، وبالتالي انت لما تفهمهم بأقل مجهود هتتفهم منهم. خلي بالكم احنا بقى طالعين من مستوى المستقل الى المتوافق. المتوافق ده هينجح اكتر، هيأثر اكتر. اللي بيفهم شوية في الكورة، انا هفتي انا ما بفهمش بس قالوا لي كده، لو فريق فيه لعيب مشهور جدا وقصاده فريق متفاهم جدا، غالبا المتفاهم بيكسب، مع ان التاني فيه لعيب بيليه في زمنه، لكن ال11 اللي فاهمين بعض يكسبوا. واضحة؟ ليه؟ العبقرية والموهبة لا تساوي عبقرية العمل الجماعي. واضحة الفكرة؟ والعمل الجماعي ده أهم مبادئه إنك تكون فاهم اللي معاك كويس. وأي علاقة هي عمل جماعي، الزواج، الخدمة، التربية، الشغل، الشارع، ما كلها علاقات، مفيش حد عايش لوحده. عشان تفهم الأول، هنا أقول مبدأ يمكن مش موجود هنا، اتعلمت برضو من كوفي ده حاجة عجباني بحب أقولها، بحاول أتمرن عليه، إن في 5 مستويات للسمع. ما هو بيقول لك افهم يعني اسمع، هو قاريها كده، افهم يعني اسمع. في واحد يقول لك ignoring، يعني ايه؟ اتكلم مش هعبرك. ده أسوأ مستويات السمع، وده موجود في علاقات كتير، وفي بيوت كده، وفي أزواج كده. تاني مستوى أحسن سنة pretending، اللي هو ايه؟ عامل نفسي بسمع. يعني ايه؟ اهو يرضينا شوية كأنه بيسمع، لكن اللي في الدماغ في الدماغ. المستوى الثالث الأعلى selective listening. selective دي بقى مشهورة في الرجالة قوي. استنى. يعني ايه؟ مراته تحكي يفضل يقول ايوه معاك. اول ما تقول له وهنحتاج 1000 جنيه، نعم. سيلكتيف بقى، واخدين بالكم؟ يفوق لها لانه بتتكلم في فلوس. الباقي يعني العيال كلت نامت لبست راحت جت ماشي، انما هندخل في فلوس لا استناني بقى. فهنا السيلكتيف معناه ان انا مش مركز غير فيما يعنيني. طبعا ده كل ده فيلير برضه بس بدرجات. المستوى الرابع اللي بيسموه انتلكتشوال، اللي هو ايه؟ العقلاني قوي، بسمع بعقلي بس مش دايما يريح. ليه؟ لان اللي قدامي بيقول لي مشكلة، مش عاوز عقل، وعاوز تعاطف، عاوز احساس، عاوز بني ادم. هو ممكن يجيب كمبيوتر ويدخل المشكلة ويطلع حل. ودي غلطة ازواج كتار قوي، ان مراته تبقى متضايقة يقول لها ايه المشكلة؟ ابو العريف بقى يجيب يعني، فتيجي تحكي يقول لها 1 2 3، تقول له انت شايفني ما بفكرش مثلا؟ طب ما انا بقى فاهمه اللي انت بتقوله، يعني ايه اللي انت قلته زياده؟ بس انا تعبانه. فهمتوا الفشل فين؟ هي تعبانه، عاوزه جوزها يطبطب عليها، يهون عليها، يحس بيها. هي مش عاوزاه يقول لها حل عبقري، لان هي كمان ذكيه وبتفهم. فطبعا هنا برضو فيلير، لانه هو ما فهمهاش، هو ما فهمش انها في اللحظه دي تعبانه، مش مجرد عندها مشكله. اعلى درجه الامباثيك. الامباثيك ده او التفاعلي هو يشمل كل اللي فات. يعني ايه؟ الاستماع الكياني، يعني انا سامعك مركز بعيني وودني ومخي وقلبي معاك، يعني حاسس بيك. مره احد الاساقفه بيقول لي موقف بينه وبين البابا شنودة، قال لي عمري ما هنساه. ركبت معاه العربيه في بلد وبعدين بحكي له قصه، بيحكي للبابا شنودة عن حالة في بروشيته عندها مشكلة يعني. قال لي وانا بحكي كده ومتحمس وبتاع، بصيت في وشه لقيت دموعه نزلت. قال لي شوف عمري ما هنسى اللحظة دي والمنظر ده. انا تأكدت ان المشكلة هتتحل وهان عليا كل حاجة، لانه مش بس مركز، منفعل.
هو منفعل بالموضوع، حاسس بيه. دي بالنسبة لي كانت أحلى من أي إرشاد، ما كنتش مستنيه يقول حاجة بعد اللحظة دي. واضحة الفكرة؟ ده بقى الايه understand، اللي هو معاه إحساس مش مجرد عقل. الجماعة اللي عاوزين الناس تفهمهم دول اللي غلط. دول ايه بقى؟ دول دايما بيتكلموا ومش مستنين يسمعوا، ودايما بيقولوا خبرتهم على أساس سيرتهم الذاتية، مش معتبرين ان الناس التانية عندها خبرة وسيرة وعمق وحياة. انما التانيين عندهم ادراك وقوة ملاحظة واستماع جيد، ويقروا اللي قصادهم كويس قوي، ويفهموا اللي قدامهم كويس قوي، وساعتها يشوطوا الكورة في الجون، يعني الكلمة اللي تتقال تبقى مظبوطة تمام. المجموعة الأولانية بيوصفوا علاج عشوائي، المجموعة التانية بيشخصوا صح فبيعالجوا صح. انتوا دكاترة وفاهمين دي مش كده؟ المجموعة الأولانية اللي عاوزة تقول بس، دول دايما زي كأنك بالظبط بتجرب الدواء في أي حاجة بتطبش. المجموعة التانية وصل إلى تشخيص مظبوط جدا، وبالتالي أسهل حاجة بعد التشخيص العلاج المناسب، خلاص بقت سهل. العادات السبعة خدنا منها كن مبادرا، ابتدي ومخك شايف النهاية، رتب أولوياتك، حط المهم في الأول، ون خلي غيرك قبلك، افهم الناس قبل ما تحاول تتفهم. نمرة 6 كلمة اسمها سينرجيزم. ايه السينرجيزم ده؟ عارفين SYN اللي هي السينكرونايزد او السينكرونس، اللي هي حاجة ماشية منتظمة او متوافقة. غالبا هي سين انرجي، هي اصلها كده. هي السينرجيزم طلعت كلمة يوناني موجودة في اللاهوت المسيحي، استغربوا جدا، من القرن الخامس. اكتر واحد استخدمها قديس كيرلس الكبير، اللي هو كيرلس الاول، وهو بيوصف فكرة مهمة قوي، دور الله ودور الانسان. قال سينرجيزم يعني ايه؟ قال كل حاجة في حياتنا الروحية ربنا بيعمل حاجة وانا بعمل حاجة. يعني تقف تصلي، انت يا دوب تصلي وتحاكم تركز، ربنا يحرك قلبك. ترفع ايديك وتجتهد يعزيك. تعمل مطانيات وتجاهد يملاك بالروح، وتلاقي الحكاية ايه؟ الدور متبادل. دي فكرة السينرجيزم في اللاهوت. يعني ايه؟ يعني لا يخلص انسان بدون الله وبدون ارادته، وما تعرفش تقول مين ابتدى قبل مين، هم متوافقين منسجمين. فالانسجام ده هو اللي مقصود بكلمة السينرجيزم. السينرجيزم هي مفتاح وفكرة مهمة قوي. اقول لكم حاجة بتحصل معنا في الخدمة، يبقى خادم نشيط جدا في ثانوي نطلعه جامعة، وعندنا خادم نشيط تاني في جامعة نقول بس جامعة دي ايه هتضرب، نلاقيها ضربت فعلا، ضربت لورا. يعني ايه؟ الاتنين كويسين وكل واحد خادم حلو، لما اشتغلوا مع بعض رجعت لورا الخدمة. ايه اللي حصل؟ كل واحد كويس خلي بالكم، بس ما عرفوش يتوافقوا فبقوا يحكوا في بعض، فلما بيحكوا في بعض معطلين بعض. ده عكس السينرجيزم. السينرجيزم يقولوه بالبلدي 1+1=5 يساوي 10. من غير السينرجيزم 1+1 يساوي نص. يعني ايه؟ يعني لما كان كل واحد لوحده كان احسن. فاهمين انا عاوز اوصل لايه؟ يبقى بدون الانسجام والتوافق احنا معطلين بعض. بالانسجام والتوافق طاقتنا مش تتضاعف عدة مرات. يعني مش تبقى بلس، تبقى مالتيبلاي. يعني افرض انت 3 وهو 3، ما تبقاش 6، تبقى 9. ماشي؟ لكن لو ما فيش توافق تبقى 3 - 3، كأنه كل الطاقة مهدرة في التفاهم. فاهمين المعنى ده؟ وده بيحصل ساعات في الجواز، لما تلاقي كابل سعيد جدا تلاقيهم very much productive، خدمة ونشاط وبيتهم مفتوح للناس وحاجة حلوة. ولما تلاقيهم بياكلوا في بعض تلاقي مش عارفين يعيشوا، ما فيش اي productivity، لان هم ايه؟ كل الطاقة خبط ورزع.
زي ترسين مفيش بينهم زيت، فتلاقيهم معشقين في بعض مش بيتحركوا، غير ترسين منسابين تلاقي الحركة بتجري. الدياجرام ده اللطيف فيه ايه؟ بيقول لك لو التوافق منخفض المستوى في حاجة اسمها defensive attitude. يعني ايه؟ انت بتشتغل معايا، انا طول الوقت عاوز اثبت ان انا بريء ومش غلطان، وانت واخد نفس الموقف، دايما بتدافع عن وجهة نظرك وموقفك، فواقفين لبعض ايه؟ ملصمين. فطبعا هنا الانجاز ضعيف جدا. لو التراست او الكوبريشن زادوا شوية، بصوا على المستوى المتوسط، ان بقينا بنحترم بعض، فبقينا محققين نسبة تفاهم معقولة، فانت يعني ما معنى انت اعمل شغلك وانا اعمل شغلي وكويس على كده. السينرجيزم هو العالي جدا. السينرجيزم معناه، خلي بالكم المعنى ده، انا محتاجك، انا مؤمن بيك مع انك مختلف. تاني اسمعوا الحتة دي، انا مؤمن بيك لانك مختلف، مش لانك نسخة مني. انا عارف ان اللي عندك مش عندي، فانا محتاجك. هو ده اساس السينرجيزم. السينرجيزم معناها ان العمل الجماعي يبنى على مش بس احترامك لطاقات الاخرين، احتياجك لطاقات الاخرين. فتبقى في الخدمة بتقول انا ما اقدرش استغنى عن ابونا فلان او عن فلان، ما اقدرش، انا هو بيعمل حاجة انا ما بعرفش اعملها. النهاردة على فكرة في الطب القصة دي بقت مهمة قوي. انا اسمع ان العمليات الميجور دلوقتي فريق جراحين بيعملوها مع بعض، يعني اظن انتوا فاهمين دي. يدخل بتاع النيرف يسلك النيرف، ويمشي بتاع العظم يعمل الحتة بتاعته مش عارف بتاع ايه، وبيلعبوها كتيم زي الموسيقى. السينرجيزم دي دايما تتوصف بيها الفرق الموسيقية، تطلع لحن جميل جدا كأنه واحد بيعزف في الوقت اللي فيه 50 واحد أوركسترا. ليه؟ لأن كل واحد عارف بيلعب امتى والنوتة بتاعته، ومقدر احتياجه للي قاعد جنبه. طبعا احنا احيانا بقى بنلعب ايه؟ نشاز طول الوقت. يعني ايه؟ كل واحد عاوز يقول انا هنا، كل واحد عاوز ياخد الحتة اللي مش بتاعته. ده عكس السينرجيزم. اكتساب السينرجيزم معناه ايه؟ يعني ايه ما عندك عادة السينرجيزم زي عادة الوين وين؟ انت تعودت تفكر لازم ارضيك وابسطك قبل ما افكر في مصلحتي. وعادة الاندرستاند بيفور اندرستود، يعني لازم افهمك واسمعك واقبلك عشان تقبلني وتفهمني. العادة الثالثة اللي هي السينرجيزم هنا معناها انا مقتنع ان اختلافك مفيد ليا، انا محتاجك، انا مش بس بتجنبك، تجنبك دي الديفنسيف، ولا مضطر اتعامل واحترمك، لا لا، انا مقتنع انك انت بتعمل حاجة معرفش اعملها. الدور ده بقى لو انت عشت بالطريقة دي هتلاقي نفسك قادر في كل وقت تتكيف مع كل الناس وتطلع احلى شغل واحلى جو. ليه؟ الهادي مقتنع ان المهرج له دور، والمهرج عارف ان الهادي له دور. الاجتماعي له دور، والبرفكشنست له دور. القيادي له دور، والشخصية الكتومة ليها دور. كل نوع له دور في تكوين المجموع، وكلنا محتاجين بعض على فكرة. هو ده بقى أساس السينرجيزم. ببساطة كده بنقول انه اللي ما عندوش سينرجيزم دول اللي دايما عايشين بمبدأ حارب او اهرب. يعني ايه؟ يا تصد زميلك تبعده عنك، يا تهرب من الشغلة دي. يعني يا فيها لخ فيها، فاكرين عارفين المبدأ ده؟ اللي هي الفردية الزيادة. عرفش اشتغل مع حد، تجيب لي ناس ليه؟ انا شبنا اشتغل لوحدي. طبعا دول ناس ما بيعرفوش يوزعوا شغل، وما يعرفوش يتفاهموا، ما بيقبلوش الاخر، ما عندوش مرونة، ما بيحتملش الاختلاف. اقولها بترجمة تاني، بالنسبة للي ما عندوش سينرجيزم كل اختلاف يساوي خلاف. اللي عنده سينرجيزم كل اختلاف يساوي نجاح او يساوي طاقة بالنسبة له. يبقى في واحد شايف الاختلاف مشكلة، وفي واحد شايف الاختلاف ضرورة، قيمة. انا شايف ان اختلافي مع مراتي قيمة لأسرتنا، سعادة لبيتنا. في زوج تاني شايف ان اختلاف مراته عنه سر تعاسته.
لأن هو عاوزها تمشي وراه وتبقى فوتوكوبي منه، يبقى هو أكيد مش شخصية غير مؤثرة. دول أشخاص غير فعالين، بيحسوا دايما الكل أقل من مجموع الأطراف، بيحاولوا استنساخ الناس على صورتهم، والاختلاف دايما مصدر تهديد ليهم. انت مختلف اذا انا قلقان. الناس التانية دول عارفين ان الكل دايما افيد جدا من مجموع القوى، محترمين ومستفيدين من الاختلافات مما ينتج عنه عمل خلاق. العادة السبعة والأخيرة sharpen the saw، دي بره التسلسل بقى، دي عشان كده عملها في دايرة تلم كل اللي فات. يعني ايه؟ كلكم عارفين لما المقص يتلم تحب تسنه، او السكينة تتلم لازم تسنها شوية. هو خدها من الفكرة دي، ان مع المجهود بيحصل ايه؟ الطاقة بتقل بعد شوية. لما تقعد شهرين 3 بتجري بتجري بتجري، تلاقي نفسك انتاجيتك قلت. ليه؟ لانك لازم بريك، ولازم تجدد نشاطك. وده سر يوم السبت اللي خلقه ربنا. ربنا خلق يوم السبت تو بريك، عشان تاخد تو ريلاكس. ليه؟ الريلاكسيشن جزء من البرودكتيفيتي. وعلى فكرة انا اكتشفت حاجة غريبة جدا، ان الناس المؤثرة في البلاد المتميزة الاجازة بالامر. فعلا معلومة غريبة جدا. الناس المؤثرين زي القضاة وزي الوزراء عندهم فوق منهم قوانين تجعل الأجازة بالأمر. يعني لو هو عاوز يشتغل 3 أسابيع ما يريحش، ممنوع. ممنوع ليه؟ لإيمانهم بالحقيقة دي. الوان داي اوف ضرورة زي اليوم الشغل. طبعا احنا عندنا في مصر مفكرش كده. ليه؟ لأن هم عارفين انه لما ينام كويس هيفكر كويس، هيجدد نفسيته ونشاطه، هيرجع يشتغل أحسن. لكن لو ما ريحش على نمرة يوم، 10 يوم من غير السابع، من غير الأجازة، على 10 يوم انتاجيته نص قيمته. فاهمين الفكرة؟ فالأجازة بالأمر. طبعا احنا ما نقصدش الأجازة بالظبط كداي اوف، لا، نقصد بيها كمان فكرة الرينيوال، اللي هي فكرة التجديد عموما. التجديد ده معناه في كل حاجة. محتاج تاخد خلوة، محتاج تطلع مؤتمر، اهو ده sharpening the saw. ليه؟ سايبين اشغالنا وسايبين بيوتنا واخدين اجازة مع عقلنا، وقاعدين نسمع حاجات يعني جديدة علينا، او بنعيد حساباتنا. ده نوع من sharpening the saw. طب محتاجه كل قد ايه؟ هاو فريكوينت؟ كل شهرين؟ كل 3؟ محتاج social life، ده جزء من تجديد الحماس والنشاط. محتاج ممكن تخرج عزومة، تطلع مع أصحابك، تشرب شاي. مهما كان جدولك زحمة لازم يبقى لك وقت تهدي شوية. محتاج منتل، يعني ايه؟ انك انت تقرأ كتاب، انك تدخل في موضوع ثقافي، تقرأ قصة، رواية، تحضر اجتماع. محتاج حتى فيزيكال، انك تمشي شوية، انك تجري لو قدرت، انك تعمل اي رياضة. كل ده تحت بند تجديد العزيمة او القوة. المقارنة اياها بتاعت كل مرة. اللي ما لهمش خالص في sharpening the saw ده، اللي ما بيعملوش التجديد wearing out the saw، اللي هم لما يفضل بقى يكحت بالمنشار هيبقى ما بينشرش خالص في الاخر. يعني هيقف خالص انه يعمل اي اكتيفيتي، وهو ده اللي بيحصل مع بعض الناس. دول اشخاص بيرجعوا لورا، بيفقدوا اهتمامهم بكل حاجة بسبب الوير اند تير، يعني الاجهاد الزيادة. بيجي لهم عصبية عادة، بيفتقدوا للبرنامج التجديد الذاتي، ما بيتقدموش ابدا في حياتهم. التانيين دول دايما عندهم تطوير وتجديد، لان في الوقت اللي بياخد فيه راحة ذهنية وقلبية ونفسية وروحية تطلع الفكرة الجديدة، ويطلع الانجاز، ويراجع هو واقف فين، عاوز يصلح ايه وقع منه، فيقدر يلم روحه ويظبط حاله. فده بيغذي كل العادات السبع اللي شفناه ده كله. يا جماعة بقى بيسموه في الاخر حاجة اسمها باراديجم شيفت. ايه الباراديجم شيفت ده؟ يعني ازاي بقى تنقل نفسك النقلة من let's assume، يعني ان محدش فينا عنده ولا واحدة من السبع، خلينا نفترض كده،
كلنا ري اكتف مش برو اكتف، كلنا الفيجن رايح مننا، البرايورتيز واقعة. خلينا نفترض كده. النقلة النوعية تحتاج انك تنقل نفسك من الوضع الحالي الى الوضع اللي نفسك توصل. مثلا بالنسبة لهابت 1 اللي ماشي في عقلك انا نتاج البيئة والتربية. لا، لازم تحط فكرة جديدة، انت نتاج اختيارك وقراراتك، انت هتعمل نفسك. وعلى فكرة ده فكر روحي. فكر روحي ازاي؟ في قديس قال الذي خلقك بدونك لا يقدر ان يخلصك بدونك. لان القاعدة الاولانية معناها انك حتى لو رحت النار هتقول ما ربنا قاسم لي. لا، ربنا مش قاسم لك النار، انت اخترتها. فيبقى اول فكرة اساسية تنقلها في دماغك، انا اللي هعمل نفسي. طبعا بنعمة ربنا، احنا مش بنلغي دي، لكن انا مسؤول عن حياتي. عارفين زي ايه يا جماعة؟ انا بعمل حركة كده اتعلمتها من ابونا مرقس عندنا. بقعد مع اي كابل قبل جوازه بيومين 3، اول قاعدة بكتبها لهم السعادة اختيار وقرار. فبيهنجوا طبعا مش فاهمين ايه اللي انا كاتبه. فبقول لهم اياكوا تفتكروا انه السعادة هتيجي لوحدها. السعادة ده اختياركم وقراركم. عاوزين تعيشوا سعادة هتعيشوا سعادة، في فلوس ما فيش فلوس ده قراركم، الظروف سهلة مش سهلة ده اختيار. وفعلا لو فكرت فيها هتلاقي ده مبدأ مسيحي، افرحوا كل حين يبقى قرار. فانت عاوز تسعد هتفكر بطريقة تسعدك، هتعمل الخير اللي يسعدك، هتبعد عن الشر اللي يتعسك. فده قرارك، ده اختيارك، اللي هي ماشية مع هابت 1 برو اكتف. ما تستناش الدنيا تبعت لك حاجة تسعدك، يوه فين ولا فين. لكن انت ممكن تعيش سعيد كل لحظة لو ده قرارك. عاوز تسعد انك تشجع الناس، انك تصلي، انك تقضي وقت لطيف، كل ده يسعدك. هابت 2 فكرة الفيجن، فكرة الهدف. المجتمع هو اللي بيحط لنا القيم. نعمل ايه؟ لازم نتجوز؟ يبقى لازم نتجوز. نجيب عيال؟ اللي ما يجيبش عيال يبقى فيه مشكلة. لا مش لازم. لازم نجيب فلوس، اللي مرتبه اقل من كده يبقى فاشل. دي كلها قيم مجتمع. لا، هابت 2 خليك بقى ايه؟ فيجنري، يعني خلي عندك هدف. قيمنا هي اختيارنا في ايدينا. انا اللي هحط القيم اللي حطها لي المسيح. المسيح قال لي خليك شبهي، هو ده اللي انا عاوز اعيش ليه. الملكوت هو الهدف، مش الارض هي الهدف، مش الفلوس، مش الغنى، مش الشهرة. الخير هدف، السلام هدف. هابت 3 الوضع الاولاني ايه؟ انه انا دايما مستعجل ورايا. احنا كلنا عايشين بمبدأ ورايا ايه، بعمل ايه، بنجز، بخلص اللي ورايا. لا، ستوب، وقف حكاية اللي وراك دي، شوف المفروض ايه، المهم ايه. مهم اخدم، هوقف برنامجي واحشر الخدمة. هروح قداس، هوقف كل حاجة والقداس هيبقى أولوية. يبقى هنا دخلت الأولوية، مش قولت ورايا راح القداس، راحت الخدمة، راحت البيت، راحت الصحة. لا. هابت 4 أنا براجع لو تاخدوا بالكم. فكرة أنا لازم أكسب على حساب الآخرين. لا، ده مفهوم غشيم جدا، مفهوم شيطاني. لا، ده أنا مش هكسب إلا لما أطمن إن كل الأطراف اللي حواليا كسبانة. أنا مش هاخد حقي في الأول، أنا عاوز حقي في الآخر. أنا لازم أسعد اللي حواليا قبل ما أطلب السعادة لنفسي. رابح رابح، يبقى المنفعة متبادلة. المبدأ الخامس مبدأ فايت فلايت، يعني عارفينها دي بتاعت الطب، حارب أو اهرب، أو بالعكس يعني بالعافية كومبرومايز. لا، أنا عاوز أوصل إلى مستوى أعلى من السينرجيزم أو الكوميونيكيشن، من الاستماع. أنا عاوز أفهم الآخر كويس قوي عشان أحل المشكلة من جذرها. إنما أهرب من المشكلة، أتفادى المشكلة، أزعق عشان المشكلة تخلص، ده كل ده يبقى أنا ما فهمتش المشكلة، ما حللتهاش صح. السينرجيزم تبدأ بفكرة هل الاختلاف تهديد لحياتك ولا الاختلاف قيمة وإضافة لحياتك؟ هل مراتك لأنها مختلفة عنك تؤرقك،
ولا مراتك لأنها مختلفة عنك تسعدك؟ هل ولادك عشان مش طالعين نسخة منك جايبين لك كآبة، ولا ولادك عشان مختلفين عنك سر سعادة؟ ده مبدأ جديد تفكر فيه. أخيرا نقول هابت 7: احذر من استنزاف الطاقة. العمر بيستنزف، الصحة بتروح، العقل نفسه بيجهد. ده مش كويس. لازم تجدد وتحسن طاقتك وذاتك. لو مشينا في السكة دي كأننا بنعمل زرعة جميلة، تبدأ من تحت خالص. كون برو اكتف، مبادر. ده الجدر. خلي الهدف النهائي ما يغيبش عنك، السماء. حط المهم في الأول. لو عملت دول طلعت من تحت الأرض. فهمت هو يقصد ايه؟ طلعت فوق الأرض، بقيت مؤثر، بس لسه مش التأثير الفظيع. العادات الجديدة بقى رابح رابح، تأثير ذات، understand، افهم الناس كويس، synergize، وبعدين sharpen the saw. لو عملت كده تبقى شجرة مورقة تتآوى فيها طيور السماء وتستظل بيها الناس وتطلع ثمار جميلة قوي، وانت ابتديت بذرة صغيرة لا قيمة لها. لإلهنا كل مجد وكرامة.